ازيكم، اهلا بيك في الحلقة التانية من كورس الفوتوشوب للمبتدئين. والنهاردة هنتعلم عن الادوات واللايرز، الاتنين لازم يشتغلوا مع بعض. وهو رجعنا على الفوتوشوب على الكمبيوتر. اول حاجة عايزين نعملها عشان اعرف اشرح لك اللي انا عايز اشرحه، ان احنا نعمل بروجكت جديد او صورة فاضية. فهنختار نفس البروجكت اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، صورة فاضية بالطول 1080 في 1920 والكلام ده، نكبرها بالشكل ده. فمعانا حاجة فاضية. أول حاجة احنا هنشتغل عليها هي الأدوات، وندخل في الليرز معاهم في نفس الوقت. أول حاجة احنا قلنا الأداة المرة فاتت هي الماوس. الماوس دي اختصارها حرف ال V أهو، تمام، حرف ال V. عن طريق الكيبورد تقدر تختار ما بين الماوس، كروب، الفرشة، أيا كان على حسب الاختصار بتاعها. ده أول حاجة، لازم تبقى عارف الاختصارات دي، وتقدر كمان انك تغيرها بنفسك من الإعدادات. فتقدر تغير اي اختصار انت عايزه، واي اختصار عايز تغيره او شورت كات عايز تغيره بيبقى عن طريق كلمه edit وكيبورد شورت كاتس. تقدر تضغط عليها او تقدر تتاكد الاختصار اصلا بتاعها، تقدر تغير كل الاختصارات اللي انت عايزها، حرفيا كل حاجه. ولكن ده شغل كتير، فتعرفوا في الاول الادوات دي اختصارها مظبوط ومتنسق بايدك انك توصل لهم بسهوله. في شويه حاجات ممكن تغيرها بس ما علينا يعني. ندخل بقى لكل اداه بالترتيب. دي هي الريكتانجل مارك تول. الأداة دي من الآخر بتعمل لك تحديد بشكل معين. بمعنى لو انا ضغطت عليها كليك يمين هتلاقي 4 حاجات. هتلاقي ده ممكن تعمل له مستطيل، مربع، ايا كان. ملهاش، طول ما انت مش بتضغط على اي زرار في الكيبورد تقدر تخليها ما بين مستطيل، مربع، او حاجه رفيعه جدا كده اهو. عشان تلغي السلكت بتاعها، التك كنترول وحرف الدي عندك في الكيبورد، او لو انا اعملها كده اهو، اضغط كليك يمين ودي سيلكت، او لو انا اعملها كده اهو اعمل كلمه دي سيلكت تحت هنا، فهيقوم لغي لك التحديد ده. طب ماشي، انت لو عايزها مربعه بالظبط، افضل ضغط زرار الشيفت عندك في الكيبورد واسحب. مهما اتحركت فوق تحت هتفضل مربعه، عمرها ما تبقى مستطيل، تبقى مربع. البكسلات بتاعته اهوت مكتوبه تحت على اليمين، نفس الابعاد، نفس المساحه، مربع بالظبط. ومش بس كده، ممكن تعمل مربع او ممكن تعمل دايره. هنا دايره تقدر تعملها بيضاويه، دايره مش عارف ايه الكلام ده، والابعاد تحت على اليمين، او تقدر انك تعملها دايره بالظبط. طب لو عملتها دايره كده وعايز تغير مكانها وانت ضغط على زرار الشيفت وهي دايره بالظبط، افضل ضغط على المسطره، ساعتها تقدر تحركها وهتلاقي ابعاد جديده ظهرت لك. تقدر تحركها فوق، تحت، يمين، شمال، بره البتاع زي ما انت عايز. وبعد كده تسيب المسطره وتكبر تصغر زي ما انت عايز، تسيب الماوس وتسيب بعد كده زرار الشيفت. ما تسيبش الشيفت الاول، لان انت لو سبت تقدر تحركها كمان بعد ما تخلص التحديد اصلا، تحركها من مكانها. لكن ما تسيبش الشيفت الاول، لان انا ضغطت دلوقتي على الشيفت، لو انا سبته فهتبوظ الشكل كله. اخر اداتين برضو هما السنجل رو مارك تول والسنجل كولوم مارك تول، ودوت يعني خطوط بتحدد اذا كان بالطول ولا بالعرض، افقي ولا رأسي، بس كده. لكن على ما اعتقد نادرا جدا ما انت هتستخدمهم، فما علينا. تالت اداة وهي اللاسو تول. دي في منها كذا تحديد. اللاسو تول اللي هي الفري، التانية والتالتة ديت ماجنتيك. التانية هفهمك كل واحدة بتعمل ايه. اول واحده تقدر ترسم زي ما انت عايز، تحديد زي ما انت عايز، وفي الاخر نقطه النهايه اللي هي دي بتتوصل مع نقطه البدايه اللي انت بدات بيها اللي هي هنا دي. يعني بمعنى لو انا لفيت كده 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 وما وصلتش لنقطه البدايه وسبت، نقطه النهايه هتتوصل مع نقطه البدايه لوحدها. فدي كويسه في التحديدات السريعه. طب ماشي، الاداه التانية اللي هي دي مجرد تتك تكه واحده وتسيب الماوس، فبيفضل فيه سيلكت كده او نقطه انت ثابت عليها. روح للنقطه اللي بعدها وتك ضغطه واحده وهيعمل لك تحديد تاني. فده يبقى كويس لو انت بتحدد على حاجه مربعه او مستطيله او ايا كان من الكلام ده. مش حلوه خالص للدواير طبعا. لو انت عملت الدبل كليك هيعمل زي اللي قبلها، هيقفل النقطه دي ويعمل على النقطه الاولانيه. نلغي السلكت. لو انا عملتها بقى كده وجيت عند نقطة البداية هيعمل لك دايرة صغيرة تحت اللوجو بتاعها، ويقول لك لكنها اقفل بقى الاختيار بتاعك، فيقوم قفله بالشكل ده. الماجنت لاسو تول بقى، دي عبارة عن مغناطيس، تنفع للتحديدات الصغيرة او التحديدات المظبوطة السريعة. ولكن عشان اقدر اشرحها لك محتاجين حاجة احدد لك عليها. فاللي احنا هنعمله ان احنا نيجي عند البرش او الدايرة او الفرشة،
نختار اللون بتاعها مثلا احمر من هنا، لون احمر، نصغرها شويه، ولكن ازاي نصغرها بعدين. نكبر الهاردنس عشان تبقى بالشكل ده، اللي هو تبقى مثلا ما تبقاش ناعمه قوي فيزر كده اهو، لا تبقى دايره دايره، ونضغط ضغطه واحده. نعمل بقى الماجنتيك مارك تول او قصدي اللاسو تول، ونبدا نرسم. هتلاقيها بتحدد على الدايره بالظبط. انا اكيد ما عملتش الدايره بالشكل الدقيق قوي ده، فاهمين؟ فتعمل بالشكل ده. طب لو انا عايز اعملها بالظبط، تضغط ضغطه واحده وتفضل تتحرك بس عليها وهي بتقعد تحدد. طول ما انا جوه الدايره فهتفضل محددلي بالظبط لغايه لما اقفل الدايره والتكه تكه كمان، فعملت لي تحديد على الحاجه بالظبط. وهي دي لازمتها الوحيده. ولكن الذكاء الاصطناعي بقى لاغي الحوار دوت، انت اصلا مش محتاج تعمل كده. انت ممكن تعمل تحديد، اداه التحديد ذات نفسها، او تعمل select subject من هنا، وتعمل select subject هيقعد لك شويه وهو يعمل لك تحديد على الدايره. دلوقتي شفت عمل تحديد في ثانيه واحده، فانت مش محتاجها يعتبر. الاداه اللي بعد كده ودي برضو خاصه بالتحديد، كل الادوات دي خاصه بالتحديد كلهم ورا بعض، فانت تختار اللي بيريحك. وهي الكويك سيلكشن تول، وبعدها الماجيك وان تول، بعد كده الاوبجكت سيلكشن تول. اول حاجه الكويك سيلكشن تول، مجرد ما انت بتستخدمها وتيجي على حاجه كده فهي بتحددها. طب لو الحاجه دي شكلها مختلف شويه، نيجي مثلا عند البرش نرسم حاجه كده اهو مثلا، ونيجي عند الماجيك واند تول اللي هي بحرف الدبليو. تمام؟ لو انا مشيت كده هتلاقيها بتحدد لك الحاجه تلقائي، مش لازم اكملها للاخر، لا هي بتحدد لوحدها وسريعه جدا في التحديد، وبنسبه يعني 95% بتبقى دقيقه، ما عدا الحواف يعني مش بيحدد لك كل البكسلات، الحته اللي هي اللي فيها كونتراست قليل ما بيحددهاش، فالتحديد بتاعها بيبقى محتاج شويه تظبيط. طب التظبيطات بتبقى ازاي؟ بكليك يمين عليها هتلاقي فيزر سيلكت انفرت، انك تعكس السيلكت كده. انا محدد الخلفيه مش محدد دي، كده رجعت التحديد تاني. في سيف سيلكشن انك تحفظ السيلكت بتاعك. تعمل ستروك انك تزود السيلكت، مثلا نقول على 20 عشان يبقى باين، فزودت الحاجه اللي تحت التحديد نفسه، رسمت عليها حاجه بزياده. ممكن تعمل بلون تاني اصلا زي مثلا الاسود، او نخلي حاجه غامقه شويه ونعمل اوكي، فيعمل لك تحديد بزياده على حوالين السيلكت ده. ليها كذا استخدام. ولو عايز تريفاين السيلكت اعمل سيلكت اند ماسك، ساعتها هيجيب لك السيلكت بالشكل ده. ده الاوباستي بتاع السيلكت. كل ما هو احمر كل ما هو مش متحدد، لكن كل ما هو دي عشان لونها احمر مالناش دعوه بيها، لكن اللون الاحمر ده اللي بتكلم عليه. تمام؟ يعني لو قللته كده كل ما هو ابيض كل ما هو مش متحدد، كده اسهل. بس خلينا كده عشان دي انا بحبها اصلا. اول حاجه لو حاسس ان التحديد حاد شويه تقدر تزود السموز، تقدر تزود الفيزر اللي هو النعومه. لو عايز بقى شايف ان التحديد عامل لك الهالات البيضه دي، زود الكونتراست حبه، هيعمل لك كونتراست اجمد ما بين التحديد ويبقى حد بس ناعم في نفس الوقت. ولو لقيت فيه حواف بيضه زي هنا وهنا هنا وهنا، تقدر تعمل الشيفت ايدج على الشمال، هيدخل لك السلكت لجوه، على بره هيطلع لك السلكت لبره على يمين يعني. فاللي انا بعمله انا بقلله -3 -2، يعني مثلا تفضل تقلل كده بالماوس او بالسهم قصدي لغايه لما التحديد تحس ان هو ظبط. ممكن على الاغلب على -20 هيظبط. هتلاقي التحديد داخل جوه شويه زي ما انت شايف بالشكل ده. طب عايز تعمل ايه بقى بالسلكت ده؟ تقدر تعمل بيه كذا حاجه. تقدر تفتح الصوره، تغمق الصوره، تغير لونها، حاجات كتيره هندخل لها دلوقتي في اللايرز. نلغي التحديد ده بقى، ندخل للاداه اللي بعد كده وهي الماجيك واند تول. دي بتنفع في الالوان الساده، يعني انا عايز احدد كل اللون الابيض ده، اضغط على اي حته لونه ابيض هيحدد لي كل الابيض ده. الابيض هو اللي متحدد مش الاحمر. لو انا لغيت السلكت وجيت عند الاحمر وضغطت ضغطه واحده هيحدد لي كل ما هو في نفس اللون ده. ونفس الشيء عندك حاجه توليرانس دوت، بيحدد لك النسبه المئويه كتقريب من اللون ده. كل ما تكتر الرقم ده كل ما يحدد لك كل ما له علاقه باللون ده. يعني مثلا لو انا خليت الرقم ده عالي شويه واتكيت تكه هيحدد لي كل الاحمر، كل الاحمر، يعني حتى الاجزاء دي قرب يحددها. عايز احدد اكتر، طب تعال نعلي الرقم شويه كمان ونضغط ضغطه كمان، حدد لي تقريبا الاحمر بالابيض كمان، فنقلله شويه عشان كده اوفر،
اهو كده حدد لي الاحمر كله حتى البكسلات الشفافه بتاعته. لكن لو قللته زي ما كان مثلا لو قلته على 2 هيحدد لك جزء صغير من الاحمر، مش دلوقتي، لو قلته اكتر كمان نخليه مثلا على 1. بص احددليش كل الاحمرات، في احمرات كتير اخف مش موجوده، نخليه على 1 كده مثلا او على 0. في حاجات كتير احمر متشاله، لكن طول ما هما نفس الدرجه فياخد لك درجه اللون ده بس، مش هياخد لك درجه لون تانية غيرها. فانت ده تنفع لو انت هتصور في استوديو وعايز تحدد الخلفيه، بتقعد تزوده واحده واحده لغايه ما تختار لون الخلفيه الابيض بالكامل، تشيلها بقى وتعمل الشغل اللي انت عايز تعمله. اللي بعد كده بقى وهي الاوبجكت سيلكشن تول، ودي شغاله من الاخر بالذكاء الاصطناعي. هتحدد مربع وتسيب، وبالذكاء الاصطناعي هيحدد لك الجزء اللي جوه المربع ده بس. انا ما حددتش الشكل ده كله فيحدد لي الجزء اللي حوالين ده، لان هو غبي بعض الشيء. ولكن انا لو لغيت تحديد وحددت الشكل ده كله وسيبته ثانيه، هيقوم محدد لي كل اللي جوه المربع اللي شكله مختلف، اللي هو اللون الاحمر ده كله. ولكن برضو بيبقى فيه ساعات غلطات، ولكن احسن من ان انا اعمله يدوي، يعني كده احسن بشويه من هنقول الكويك سيلكشن تول، وفي نفس الوقت حلو اكتر من الماجيك وان تول، وليه كذا استخدام، لان في حاجات مش هتعرف تحددها مثلا وانت بتصور في مكان فيه زرع او مباني او حاجات كتير، فيبقى التحديد صعب شويه. اللي بعد كده وهي اداه الكروب، سهله جدا، بتقص الصوره ما فيهاش اي حاجه، هي اداه كروب. في اداه البرسبكتيف تول، ودي بتغير شكل الرؤيه بتاعتك لحاجه، يعني مثلا حدد ده كده تقدر بقى تلعب في الحاجه. بص اكنك بتبص على شاشه، بتكبر تصغر، وبعد كده تك انتر وخلاص. طبعا دي مش هتغير اي حاجه في الصوره دي لان الصوره دي مرسومه، لكن لو صوره حقيقيه هتغير لك في الشكل شويه، اقعد العب بيها، ولكن مش هتلاقي لها استخدامات كتير. الاداه اللي بعد كده ودي اداه مهمه جدا ولكن لها اختصار جوه ادوات تانية، وهي الاي دروبر تول. والاداه دي من الاخر لما تحددها بتقول لك اللون اللي في الصوره ايه. طبعا نلغي اللون الاحمر عشان ميبقاش باين، انت كده كان قال لي اللون ده احمر، وقال لي كمان الدرجه بتاعته احمر برقمه كام. يعني حسب مثلا لو انا خليت كده ورسمت اي لون هنا وجيت حددت الاداه تاني كده وقفت هنا، هيقول لي نفس اللون وهيجيبه لي تاني. ده مفيده في حاجات كتير، ولكن انت مش محتاج تستخدمها يعني لوحدها كده، لان انت ممكن تقف هنا اصلا وهتلاقيها اتحددت لوحدها تاني وتقدر تستخدمها عادي جدا، حتى لو محدد ادوات مختلفه. يعني محدد مثلا الماوس وحددت اللون بتلاقيها اتفتحت لوحدها اصلا وبقت شغاله معاك. طب حتى لو عملت الفرشه اللي احنا داخلين عليها، لو ضغطت زرار الالت هتلاقيها فتحت معاك وتقدر تاخد لون اي حاجه انت عايزها وتشتغل عليها. ندخل بقى عند اداه الهيلينج، ودي من اسمها بتعمل لك تصليح او تجديد للحاجه. لو انا عملت الهيلينج العاديه فهي ما بتشتغلش لوحدها كده، ليها طريقه استخدام معينه، وهي انك تفضل ضاغط على زرار الالت في الكيبورد عندك، هيغير لك شكل اللوجو بالشكل ده اكنه قناص بيبص وبينشن على حاجه. بكليك شمال اضغط اي ضغطه واحده بس في اي حته تانية وسيب. تيجي بعد كده بقى بكليك شمال تاني ترسم هنا، هيبدأ يشيلك الحاجة، او بص فيه مربع كده يعني زي زائد كده موجودة جنبها في المكان اللي انا حددته، مهما رحت هتلاقيه بيحددلك نفس المكان ده انه يشيل منه. فاي مكان تقف فيه هيشيلك منه ويصلح لك الحاجة اللي موجودة في الصورة من هنا وينقلها لك هنا نفس التفاصيل لكن مش بنفس اللون. فاهمين؟ يعني ده حلو جدا في انك تشيل الحبوب والكلام ده. تاني أداة وهي الريموف تول. الريموف تول بقى زيها ولكن مختلفة شوية، انك مجرد ما بتضغط ضغطة واحدة بالذكاء الاصطناعي بيقوم شايل لك التحديد ده، لان دي هي أداة الذكاء الاصطناعي دي جديدة اتعرضت في اول سنة في 2021 او 2022. كويسة برضو للخطوط الثابتة وكلام من ده. يعني لو عملت كده ووقفت كده اهو هيكمل لي الخط ده من هنا لهنا، شفت؟ كمله لي وغير لي شويه شكله وغير لي في لونه كمان، ولكن عيبه ان الجوده بتاعته ما بتبقاش حلوه، فانا مش بستخدمها غير نادرا جدا، ممكن في الشعر. تالت اداه بقى ودي اصلا معروفه جدا وهي السبوت هيلينج براش تول، ودي اداه مش شغاله بذكاء اصطناعي قوي اونلاين، ولكن شغاله بذكاء عادي. يعني لو انت حددت كده اهو وقفلتها هتقعد لها ثانيه وتشيل لك كل حاجه بما يوازيها حوالين البكسل. يعني مثلا انا الجزء ده هنقول دي راس مثلا، وتحت احمر يمين احمر لكن فوق ابيض. لو انا حددت كده ولفتها كده اهو وغيرتها، مجرد ما انا اسيب
هياخد البكسلات اللي حوالين التحديد ده ويحاول يكمل منها التحديد ده. اول ما اسيب على طول فقام قفل التحديد باجزاء لونها احمر اللي هو الجزء ده، يعني مش كله حتى شاله مش مظبوط، وقفله لي اغلبه بالابيض لانه لاحظ ان اكتر من 90% من التحديد حواليه ابيض، فقام شايله لك بالابيض. لكن انا لو حددت كل التحديد كده مثلا وسبت، في اماكن هيحط فيها احمر واماكن هيحط فيها ابيض، شايف زي ما انت شايف كده، عشان الاغلب اللي حددته تحديد جنبه احمر فعمل احمر. فهي دي الاداه دي تنفع برضو انك تشيل حاجات صغيره في اماكن عشوائيه كتير، زي مثلا ورق مرمي على الارض وصغير، حددها تكه واحده هتلاقيها اتشالت. الباتش تول نفس فكره الهيلينج براش تول، ولكن بالتحديد مش بترسم. بمعنى انك هترسم كده دايره مثلا وتقف، بعد كده تلاقي في سهم واقف جنب اللوجو كده، لو طلعت بره هيختفي، بانك تمسك كده وتسحبها للحاجه اللي انت عايز تشيل ليها، فهيقوم شايل لك تفاصيل الجزء التاني وحاطته لك هنا من غير ما يغير لك اللون. في كتير بيستخدموا الاداه دي في تنعيم البشره، لو انا شلت هنا وحطيت اللون الاحمر هينقل لي برضو التفاصيل لكن مش هينقل لي اللون، لان اللون خلاص اتشال اصلا، فمش هيأثر خالص على اللون ولكن بيشيل التفاصيل. اللي بعد كده وهي الفرشه او البرش. عندك هنا اداتين بس اللي انت هتستخدمهم، مش هتستخدم غيرهم، البرش تول والميكسر برش تول. انا عمري ما استخدمت الكولر ريبليسمنت تول او البنسل تول، حرفيا طول 6 سنين ولا اكتر حتى ما استخدمتهمش خالص. لكن دول انا بستخدمهم كل يوم او كل صورة، مفيش صورة بتعدي من غير لما استخدم الميكسر برش تول. اول حاجة لو انت مش فاهم لغاية دلوقتي البرش تول العادية بتعمل ايه، بتختار لون وبتقعد ترسم، وفي نفس الوقت بتشتغل على الليرز، وهعرفك ازاي بتشتغل على الليرز دلوقتي. تاني اداة وهي الميكسر برش تول، دي بتسيح الالوان على بعض، ده باختصار يعني مثلا انا عامل الاعدادات دي تقدر تاخدها كوبي عادي وتشغلها، لو انا فضلت اعمل كده هتلاقي الالوان بتسيح، شايف بتسيح وبعد كده بتختفي وبتبقى خفيفة. ده بينفع في الميك اب جدا، يعني في كتير لغايه دلوقتي بيستخدموها لوحدها، لكن ليها طرق تانية في الاستخدام. وكنت عامل كورس فوتوشوب كامل عن تنعيم البشرة باستخدام الميكسر برش تول، فتقدر انك تشوفه عندي على القناة. وبما اننا في سيرة الفرشة او البرش، تعالى بقى اقول لك على الليرز. اول حاجة ايه هي الليرز اصلا؟ دي كده اسمها لير، هنعتبر دي صورة انت جايبها مثلا ليك انت وانت صغير، تمام؟ دي صورة انت عايز ترسم عليها حاجة او مش عايزها تبوظ، بس عايز ترسم عليها حاجة وتجرب شكل معين لحاجة قبل لما انت ترسمها فعلا. فهنعمل ايه؟ بتجيب ورقة شفافة او جلاد شفاف وبتحطه على الصورة، هي دي اللير الفاضية اللي فوقيها، وبتبدأ ترسم عليها. مثلا هنقول عايزين شكل وردة، انت بقى رسمت الوردة وطلعت شكلها حلو على الورقة الشفافة اللي انت حطيتها او الجلاد الشفاف او الحاجة الشفافة اللي انت حطيتها فوق صورتك، فعجبتك فتقوم بقى مطبقها على الصورة بتاعتك. هي دي الليرز، بتحط طبقات شفافة مش باينة فوق الصورة بتاعتك عشان تقدر تحركها من غير لما تأثر على الصورة الأصلية. يعني الصورة الأصلية ما حصلهاش أي حاجة اهي مش موجودة، تقدر تغير بقى وتحرك الرسمة اللي انت رسمتها او الحاجة اللي انت عملتها. ودي حاجة اساسية في الفوتوشوب اساسا، وحاجة هتستخدمها كتير جدا، وكل ما تحترف اكتر في الفوتوشوب هتلاقي نفسك بتعمل ليرز اكتر. انا حاليا مثلا ممكن اوصل في الصورة العادية خالص ل 20-40 لير، الصورة الميك اب ممكن توصل معايا ل 100-200 لير حتى، فاللي هو الموضوع بيبقى متعب ومرهق. وهنا لما تقف على كلمة ليرز بيقولك بتشرح لك ايه بالظبط. واستخدامات الليرز يعني كتير، هتستخدمها على طول في كل حاجة. يعني مثلا انا عايز افتح الجزء ده واسيب الجزء ده غامق، فانا بعمل حاجة اسمها adjustment layer. الادجستمنت layer ديت اكنها فلاتر جاهزة لحاجات معينة، زي solid color دوت لون ثابت، الجريدينت اللي هو تدرج الوان، الباترن اللي هو شكل او نقش معين، برايتنس وكونتراست ده الاضاءة والكونتراست او التباين، ليفلز دوت اللي هو مستوى السطوع والغمقان، الكيرف مثلا ممكن استخدمه ان انا اغمق او افتح الحاجه، كيرف شبه اللايت روم عادي كده اغمق كده افتح زي ما انت شايف كده اهو. ولما باجي اشغل adjustment layer دي بتتعمل في لير منفصله، يعني اللير دي اقدر حرفيا احركها يمين وشمال واقدر اطفيها واشغلها واشتغل عليها زي ما انا عايز. بمعنى
انا دلوقتي معلي الاضاءه على الاخر. طب انا مش عايزها تتاثر في الجزء ده، في حاجه اسمها ماسك. الماسك ده اكنك يعني جايب ورقه شفافه فوق الصوره بتاعتك، وانت رسمت عليها كلها او دلقت عليها كلها حبر. فانت هتشيلها ازاي؟ بتجيب جومه وتمسح جزء معين او تشيله او تقصه او حاجه من الكلام ده. فانت عشان تعمل كده وما تأثرش على الصورة الأصلية، فبتقوم عامل في الصورة أو الشفافة اللي فوقيها. فهنا بقى يجي استخدام تاني للفرشة، وهي انك تيجي عند الفرشة، عندك لون أبيض هنا وعندك لون أسود هنا وعندك الماسك لونه أبيض. فهنا ديت شرح مبسط جدا. لو اللون اللي انت كاتبه مكبوب على الصورة الشفافة هتلاقي لون الصورة الشفافة أبيض، لو عايز تشيله فتحط أسود. تمام، اهو كده أسود، فرشة لونها أسود. وتقدر تغير عن طريق السهم ده، الزرار ده، أو تغير عن طريق زرار الإكس عندك في الكيبورد. لو أنا بقى جيت بكليك شمال وأنا محدد الفرشة كده وشلت، فهيقوم مسح لك زي ما انت شايف كده، بيشيل تأثير الإضاءة اللي أنا عملته، وعمل لك في الماسك هنا بقعة سودة. البقعة السودة دي هي اللي أنا مش بستخدمها، أو هي اللي أنا مسحتها من على الورقة الشفافة. تقدر تعمل كده في كله أهو، بص بيشيل اللون والإضاءة اللي أنا عملتها. ولو أنا قفلتها خالص هتلاقي فيه أماكن متنورة برضو، وده عشان هو فلير منفصلة، وكل اللون أبيض كل ما هو مستغل وشغال. تمام. طب هنقول ان انت عملت لير فاضية او ورقة شفافة ورسمت حاجة، مثلا اختار بقى لون تاني، لون اخضر مثلا، ورسمت حاجة بالشكل ده. نخلي الفرشة يعني كده انعم شوية عشان تقول رسمت حاجة كده مثلا، وعايز تشيل جزء من الحاجة دي ومعلهاش ماسك. تشيله ازاي؟ عندك هنا layer masks، تقدر ان ضغطة زرار تضغط وهيقوم ضايف لك ماسك على الصورة. طب انت لو عايز تشيل كل اللي في الصورة، يعني انت دلوقتي تقدر ترسم عادي بالاسود وتشيل الرسمة، طب انت مش عايز كل ده، انت عايز تشيل كل اللي على الصورة وتسيب عند الوردة فيه اخضر بس. طب هتقعد ترسم كل ده؟ اكيد لا. اضغط عندك في الكيبورد كنترول وحرف الاي، فهيحول لك الورقة الشفافة او الماسك بتاع الورقة الشفافة للون الاسود، فهيم شايل لك كل حاجة فيها. ولو رسمت بقى عشان ترجع الحاجة، قلنا ايه؟ اسود هيشيل لك الحاجة، ابيض هيحط لك في اللون الاسود فيرجع لك الحاجة، فتقوم راسم باللون الابيض فيقوم مرجع لك النقطة الصغيرة اللي انت عايزها. في حاجة برضو عندك للهيلينج بتستخدم اسمها الكلون ستامب تول، ودي اللي بتعمله انك نفس الاستخدام بتاع اداة الهيلينج براش تول، نفس الاستخدام بالظبط، نفس الطريقة بالظبط، ولكن استخدامها طريقته مختلفة شوية. نضغط زرار الالت عندك في الكيبورد وتختار النقطة اللي انت عايز تاخد منها، تقف بقى في النقطة التانية. هنا بقى بينقل لك الالوان بالتفاصيل كلها. يعني انا اخترت الابيض، لو وقفت هنا وشلت هيقوم حاطط لي الابيض. انا مختار هنا اللير ماسك، متاكد انك تكون مختار لير فاضيه او مختار اللير ذات نفسها. لو وقفت هنا وجيت عملت هشيل اللير نفسها، الالوان بتاعت اللير نفسها. وتلاحظ ان التحديد بيتحرك معايا، يعني السهم الزائد ده موجود وبيتحرك معايا، فتحديدها بيبقى ادق شويه. ولكن لو اتحركت شمال قوي بيها هتلاقيه بيرسم لي الحاجه اللي كانت موجوده اصلا قبل كده، يعني هيضيف لي اخضر يبوظ الدنيا. فانت لازم تسيب صباعك كل شويه او الماوس كل شويه. لو انت عايز تشتغل على اللير بس اللي انت عليها، يعني انا مثلا مش عايز اشتغل على اللير اللي لونها احمر دي، مش عايز اشيل اللونه احمر ده، فانا اعمل ايه؟ فوق هنا في اعدادات، لو انت اخترت، هي بتبقى باي ديفولت مختاره all layers، يعني كل الطبقات، كل اللايرز، كل القوالب دي. لو انا اخترت current layer and below فهيختار لي اللير دي وكل اللي تحتها. لو انا مسكت اللير دي سحبتها ونزلتها تحت هنا فهيقوم مختار لي اللير دي وكل اللي تحتها، يعني مش هيختار لي الالوان اللي فوقيها. طبعا في الوان بتاعت الاضاءة، لكن انا لو اخترت current layer بس مفيش كلمة تانية فهيختار لي اللير اللي انا عامل عليها التحديد بس. يعني لو جيت على الاحمر وشلت فهشيل الاحمر بس، زي ما انت شايف كده اهو.
طبعا انا محدد هنا، وهنا في اصلا لون احمر تاني نطفي ده واقوم محدد اهو، بيشيل الاحمر بس، هيشيل مش هيشيل الورده زي ما انت شايف. بص الورده بعمل تحتها ومفيش حاجه بتحصل. لو انا شغلت اللير فوقيها هتغطي على الكلام ده. لو انا خليت حتى اللير الاولانيه دي وحددت هنا وجيت هشيل اللير اللي لونها اخضر بس، لان مفيش احمر رسمته عليها غير تحت هنا. نفس الشيء بالظبط. فالاداه دي مفيده جدا في انك تستخدمها تشيل حاجات مش عارف تشيلها. فوقك من باترن ستامب تول ملهاش لازمه، وفوقك برضو من دي مش بتستخدمها. اداه ممكن تستخدمها قليل جدا في الديزاين والتصميم، وهي الاريز تول، ودي حرفيا بتمسح بس كل حاجه اذا كنت انت تعملها في يعني في كله، بترجع لك كل حاجه اللون الابيض او اللير الاساسيه اللي موجوده تحت خالص. في الباك جراوند اريسر بقى، دي بتمسح الخلفيه، بتمسح كل حاجه. لو وقفت هنا لو وقفت تحت خالص هنا وجيت تمسح، هيمسح لك كل حاجه في الباك جراوند، حرفيا كل حاجه، مش هيسيب لك اي حاجه، هيشيل لك كله. فبيرجع لك شفافه اصلا، ترانسبيرنت، اللي هي الصور البي ان جي اللي بتحملها عشان تحط عليها اللوجو بتاعك. طبعا في الوان بيضه وحاجات كده من اللير دي، فتقدر تشيل برضو. وفي برضو من اللير دي اللي هو دي هنا، لو انت جيت تستخدم اوبجكت او حاجه بيقول لك حولها لريسترايز او اعملها ريسترايز، اعمل اوكي وشيل على طول. حرفيا بتشيل كل حاجه، ولكن بيكسلات مش الوان. فانت هتبقى رخمه شويه معاك، فتقعد بقى تظبط الدنيا دي في الاعدادات من فوق. هنا اهو يعني التولرنس 50، لو انا علتها هتشيل لي اكتر، لو قلتها خالص مش هتشيل حاجه. فسيبها دايما على 50 او سيبها على 100%، هتشيل لك كل حاجه حرفيا. بعد كده عندك البينت باكت والجريدينت وال3 دي ماتيريال دروب. فوقك من ال3 دي ماتيريال دروب، عندك البينت باكت ديت من الاخر بتدلق لك لون على الصوره كلها، عامله زي الادجستمنت لاير اللي اسمها السوليد كولر. السوليد كولر اللي هي بتعمله انك بتختار لون وبتحطه على اللير كلها اللي انت عاملها. مثلا اختار لون تركوازي فيحط لك تركوازي كله، طبعا ده لير تحت خالص عشان كنت محدد هنا. لو انا وقفت فوقيها وسحبتها فوق كله بقى اللون ده. البينت باكت بقى اللي بتعمله نفس الشيء، اعمل لير فاضيه وعندك باللون الاخضر مثلا والتك تكه واحده، فيقوم لك عامل لك اللير الفاضيه دي كلها لونها اخضر. لو جيت احركها بالماوس هتلاقيها محدد لك الشكل اللي هنا ده بس. طب والجريدينت، الجريدينت بقى بتعمل لك تدرج ما بين لونين او اكتر، او لون واحد واكتر. بمعنى انا جالي الاعداد دي كده، لو انا عملت لير فاضيه وسحبت كده هيجيب لي الشكل المدور ده باللير الاتنين دول، من تركوازي لغايه بنفسجي. نشيل بقى التركوازي ده. التركوازي ظاهر من بره، لو انا لفيته مثلا وعكسته ريفرس فهيبقى البنفسجي اللي بره الدايره، واللون التاني اللي هو التركوازي جوه الدايره. طب انا لو عايز اغير الاعدادات دي واخليها من طول لعرض، اختار الشكل ده فهيعمل لي بالشكل ده بقى، من فوق خالص لتحت خالص. وهنا هو مقدار التدرج، لو هنا هيبقى التركوازي البنفسجي اكتر، هنا التركوازي اكتر، وفي النص. طب لو عايز تعمل لون واحد ساده، اعمل لير جديده واختار عند كلمه جريدينت دي اختار كلاسيك جريدينت. اختار بقى هنا هيجيلك الصفحه دي بقى هي بتاعت الكلاسيك جريدينت. عندك بقى تحدد الترانسبيرنت والكلام ده زي ما انت عايز، ممكن تعمل حاجه وتعملها في الجريدينت العادي برضو هي. فمثلا لو وقفنا فوق هتلاقي جايب لك الاوباستي، وهنا الشفافيه بتاعت اللون، تحت هو اللون ذات نفسه. في اليمين لو انا عملت الاوباستي على 0 فهو مفيش لون اصلا 0. فلو انا جيت ارسم مثلا كده هيقوم راسم لي لون اخضر بس، لكن مفيش اي لون تاني، هو اخضر بس، اخضر متدرج لشفاف. طب لو انا عايز لون موجود في الجريدينت، تعالى عند الجريدينت حرف الجي جريدينت واعمل دبل كليك مثلا واختار اللون التاني اللي انت عايزه. مثلا اللون هنا انا عايزه يبقى مش شفاف، يبقى ظاهر، واللون ذات نفسه يعمل دبل كليك او تعمل كليك واحده تحدده وتختار بعد كده الكولر من تحت على الشمال. عايزينه احمر مثلا، لون يعني محمر كده، تختار هنا. طب لو عايز لون تالت في المكان الفاضي هنا المس تكه واحده اختار اللون اللي انت عايزه، هخليه ازرق
وهيبقى بالشكل ده، تحركه يمين شمال زي ما انت عايز، لون رابع خامس سادس عايز زي ما انت عايز. ولو عايز تحفظه كبريست اعمل نيو، سميه الاسم اللي انت عايز تسميه، اعمل نيو وهيتسيف هنا لوحده عادي جدا. اعمل بعد كده اوكي، وتقدر تعمل جريدينت مش كلاسيك جريدينت، وتبدأ ترسم زي ما انت عايز الحاجة اللي انت عايزها صاحبي، عادي جدا، عيش حياتك. تقدر تختارها دايرة، تختارها نص ساعة، تختارها بالمشقلوب، تختارها من بره لجوه، تختارها زي ما انت عايز، عيش حياتك. هنا عندنا بعد كده البن تول. أداة البن تول عاملة زي التحديدات برضو، ولكن هي قلم، وقلم دقيق جدا في التحديد، وهندخل برضو عليها في بعدين. المهم لأنها أداة محتاجة شرح شوية وليها استخدامات كتير وطرق كتير للاستخدام. عندك أداة الكتابة، ودي من الآخر بتختارها، تختار الخط اللي انت عايزه، اضغط ضغطة واحدة وابدأ اكتب مثلا. عندك أداة الكاستم شيبس، انك تختار شكل معين زي اللي احنا كنا فوق، بس الأشكال دي بتبقى جواها لون أو جواها أي حاجة ممكن تعملها، أو أشكال تحملها أونلاين وتعمل كاستم شيب تول، وهتلاقي اشكال هنا مثلا زي شكل الورده اللي انا جبته. فميزه الشكل ده ان هو بيبقى الكواليتي بتاعته عاليه والكلام من ده، تقدر تلعب فيهم طبعا زي ما انت عايز، وتغير في احجامهم اشكالهم والحوار ده كله. ما تنساش انك تشوف الحلقه الاولى من هنا، وتشوف الحلقه الجايه من هنا، وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك تنبيهات اول لما انزل اي فيديو جديد. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.